السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم أحلى متابعين قناة المربي الصغير. رجعنا لكم في حلقة جديدة النهاردة، حلقة من حلقات سلسلة تربية الحمام. النهاردة معانا حلقة مهمة تخص كل واحد بيربي حمام أو كل واحد داخل على مشروع الحمام. هنتكلم النهاردة موضوع الحلقة باختصار، هنتكلم عن الأدوية اللي لازم تكون موجودة عندك في المكان اللي بتربي فيه حمام، سواء انت عندك غية، سواء انت عندك أوضة، سواء عندك عنبر أو مزرعة. في شوية أدوية لازم تكون متوفرة عندك في المكان. ما ينفعش انت واحد بتربي حمام. انا بتكلم الاول عن الناس اللي بتربي كميات، ماليش دعوه اللي بيربي اعداد صغيره. اكيد طبعا اعداد صغيره، جوز اتنين تلاته، مش محتاج ادويه، مش محتاج حاجه الا هم اللي حاجات بسيطه كده هنذكرها برضو في الفيديو. انا بتكلم عن الناس اللي عندها كميات. تمام. على بركه الله نبدا حلقتنا. في البدايه عن الناس اللي جديده، يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان خاطر تتابع كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله في الفتره الجايه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا حلقتنا. الادويه المهمه لتربيه الحمام، سواء مربي حمام سايب او حمام محبوس. تمام. طيب احنا في البدايه كده هنقسم الادويه بتاعتنا لثلاث مجموعات عشان خاطر نسهل للناس اللي مش فاهمه، وهنتكلم هنبسط المصطلحات شويه علشان خاطر نسهل المعلومات شويه للناس اللي متابعينا، سواء الشباب الصغير او الناس اللي ما عندهاش خلفيه أوي عن الموضوع. هنقسم الموضوع ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى هنسميها الجهاز المعوي، والمجموعة التانية للجهاز التنفسي، والمجموعة التالتة اللي هي بتاعت الخاصة بالفيتامينات والكالسيوم ورافع المناعة والحاجات اللي هي الايه، البروبيوتيك، الحاجات اللي هي الايه، الحاجات اللي هي اللي بترفع المناعة، الحاجات اللي هي النافعة، يعني اللي بتنشط البكتيريا النافعة في جسم الطير يعني. تمام. هنمسك بالراحة كده حاجة حاجة، وهنتكلم بالراحة عن الجرعة المناسبة، وهنتكلم عن أفضل الأدوية والمادة الفعالة بتاعتها، وهنتكلم باختصار برضو، يعني مش هنطول وقت الفيديو قوي. وإن شاء الله تكون تكون حلقة كويسة ومعلوماتها قيمة بأمر الله. طيب، الجهاز المعوي أهم حاجة في الطير. طبعا الجهاز التنفسي مهم والمعوي مهم يعني، بس هنتكلم الجهاز المعوي لأن هو منبع الأمراض، أو أكتر مكان، او اكتر مكان متشعب فيه امراض وفيه ادويه كتيره وفيه دوشه. تمام. بعكس الجهاز التنفسي تبقى امراضه بسيطه جدا وسهله جدا. الجهاز المعوي هيبقى فيه وطبعا بيرجع لنظافه الاكل، وبيرجع لنظافه المكان، وبيرجع لطريقه التربيه، وبيرجع للتحديد المناسب، وبيرجع لحاجات كتيره عندك يعني، فانت بايديك تسهل العمليه. طيب، نبعد شويه عن خلينا موضوع الحلقه النهارده عن الادويه، فنركز في الادويه. طيب، اول حاجه يا جماعه، لازم يكون اوضه الحمام عندك او الغيه بتاعتك او المزرعه عندك يكون عندك رقم واحد مطهر معوي. بسم الله الرحمن الرحيم، تربيه حمام بيبقى فيه مطهر معوي. وزي ما انتم عارفين، المطهر معوي طبعا الفلاجيل والانتينال، دول اشهر مطهرات معويه موجوده في السوق. طبعا الحاجات دي بشري. تمام. طيب، بالاضافه ليهم بنستخدم البيتادين اللي هو مطهر الجروح. عندك بيتادين اشتغل بيه، عندك فلاجيل، عندك انتينال. بس الفلاجيل والانتينال بيعالجوا اسهالات، بيعالجوا يعني يعتبر يعني اعم واشمل. تمام. زائد ان هم حاجه بشري. تمام. انما البيتادين ده مطهر، ده البيتادين ليه قصه تانية. هو برضو تحت بند مطهرات المعويه، بس ان هو في نفس الوقت بيعالج فيروسات. تمام. فهو برضو دي لها تركية في موضوع الاسهالات، والبيتادين ليه برضو ايه شق تاني. تمام. طيب، بالنسبه للجرعه بتاعتهم، بنستخدم الفلاجيل او الانتينال او البيتادين 1 سنتي على اللتر ميه. ولازم نستخدمهم يا جماعه مرتين او 3 مرات، يعني 3 ايام ورا بعض، او مرتين ورا بعض، او 3 ايام. لازم الجرعه بتاعتهم تكون 3 ايام ورا بعض. تمام. تكون الجرعه 8 ساعات، ما تزيدش عن كده. تمام. اي علاج يا جماعه في الميه ما يزيدش يكون ساعه و8 ساعات، ما تزيدش عن كده، عشان الماده الفعاله في الماده الفعاله في الدواء بيكون خلاص بيكونش لها مدى ما يكونش لها مثلا فاعليه بعد كده. تمام. تاني حاجه مهمه لاي حد بيربي حمام والناس اللي بتربي كميات، لازم يكون عندك في المكان اللي انت فيه مضاد فيروسات. طبعا المضادات الفيروسات احنا شغالين بشري. في نوعين مشهورين جدا وعاملين نتائج كويسه. نوع اسمه الزوفراكس، والنوع التاني الفيروستات. الزوفراكس بشري والفيروستات بشري. الحاجات دي موجوده في الصيدلات البشري، والحاجات دي متجربه، والحاجات دي شغالين بيها من فتره وعامله معانا نتائج كويسه.
تمام. طيب النوع التالت من الدواء او الحاجه المهمه اللي بتخص الجهاز المعوي، بتطهر الجهاز المعوي وبتحافظ على صحه الطير، مضاد السموم. لازم يكون عندك مضاد سموم، خصوصا الناس اللي بتاكل علف. لو انت بتاكل علف، بتاكل عيش، بتاكل الحاجات دي باستمرار، لازم يكون عندك مضاد سموم. طبعا مضادات السموم دي لازم تكون بيطري، يفضل ان هي تكون بيطري، ويكون مضاد سموم بيولوجي، يكون فيه خماير. تمام. طيب اشهر مضادات السموم اللي موجوده في السوق، في اللي هو الانتيدوت، تمام، وفي اللي هو السونارتكس. الحاجات دي موجوده عند اي دكتور بيطري، وبتشتريها بالسنتي، ما تجيبش ازازه ولا حاجه. مش هقول لك روح هات اللتر الكبير، الا لو انت عندك كميه. اللتر يعني ممكن يدخل له في 200 جنيه، 300 جنيه. لا، انت بتجيب سنتي بالسنتي، يعني ممكن تجيب 10 جنيه، ب 20 جنيه، يقعد معاك يمشي لك الدنيا. ده بالنسبه لمضاد السموم. مش عاوز تجيب حاجه بيطري وعايز تشتغل، ممكن تشتغل خل تفاح. الخل اللي هو خل التفاح بتشتغل بيه، بتدي 5 سنتي على لتر الميه، وتشتغل بيه 3 ايام ورا بعض. تمام. انما مضاد السموم يا جماعه 1 سم على لتر ميه. تمام، ده مضاد السموم. وفي حاجه اسمها غسيل كبد. الحاجات دي برضو بتبقى مهمه برضو للناس اللي بتاكل علف باستمرار. حاجه اسمها راني او رانكس او راني. ده غسيل كبد. ده بنستخدمه برضو في الفراخ البيضاء، يعني ده بنشتغل بيه في الحمام وفي الفراخ البيضاء. ده حاجه كويسه جدا وخفيفه يعني. تمام. ده بالنسبه لامراض الجهاز المعوي وعلاجات الجهاز المعوي. نيجي للجهاز التنفسي، بتبقى حاجات بسيطه جدا. الجهاز التنفسي لو انت عندك فيه خروشه في صدر الحمامه، في شخوره، في خنفره، في كحه، في الكلام دوت، بتدي فينادون. بتجيب ازازه فينادون، وبرده نفس القصه، 1 سم على لتر ميه. طيب في برده حاجه تانية ما لقيتش الفينادون، في حاجه اسمها اولفنت موسع شعب. ده موجود وده موجود. تمام. بس يفضل الفينادون ده عشان برضو بيعالج الحساسيه شويه، فهو اقوى شويه من الاولفنت. تمام. ما الاتنين ما جابوش بقى نتيجه، في حاجه اعلى مضاد حيوي بقى اعلى، في حاجه اسمها تايلوزين او اريثروميسين. دي حاجه بقى للحاجه اللي انا اصلا ما بحبش اقدم. بص يا جماعه، ما بحبش اقدم مضاد حيوي لعلاج لحمام. انا مش بنزل باي مضادات حيويه، هي كلها علاجات بشريه، بس مش مضادات حيويه. انما التايلوزين والاريثروميسين ده علاج مضاد حيوي، ولكنه هو امن. يعني انا برضو هو امن، مش مضاد حيوي برضو ان هو ممكن يضر. لا، هو امن. بس استخدمه يا جماعه نص جرام على اللتر. يعني يفضل نص جرام عشان الحاجات دي تركيزها عالي شويه. تمام. طيب بالنسبه لل... للجهاز التنفسي برضو، يعني في برضو ممكن نستخدم، يعني ممكن نستخدم بقى برضو حاجات زي ايه؟ العسل الاسمر. العسل الاسمر مفيد. الحلبة، حاجات الاعشاب ده يا جماعه حلوه للجهاز التنفسي. ابعدوا برضو عن المضاد الحيوي على قد ما تقدروا يعني. تمام. وزي ما احنا متعودين، بعد اي مضاد حيوي بننزل بالخميره. دي ملهاش دعوه باي حاجه. بعد اي مضاد حيوي، بعد كورس العلاج بتاعك، بتنزل بالخميره. تمام. الخميره اللي هي بتنشط البكتيريا النافعه، لان المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا الموجبه والسالبه. يعني البكتيريا النشطه اللي هي المفيده والضاره. المضاد الحيوي مش بيميز، بيشيل كله. طيب انا بقى بعد ما خلاص الجسم خلاص اتخلصت من البكتيريا الضاره، عايز بقى انشط البكتيريا النافعه اللي في جسم الطير، اللي الطير بيحتاجها عن طريق الخميره. تمام. طيب ده بالنسبه للجهاز التنفسي. طيب في حاجه كمان بقى، ندخل على البند الثالث او المجموعه الثالثه، مجموعه الفيتامينات والكالسيوم والحاجات اللي هو رافع المناعه. الحاجات اللي هي المقويات، شغل بقى الفيتامينات والمقويات دي. برضو الناس اللي هي بتربي محبوس تهتم بقى قوي بالكلام ده وتركز في الكلام ده قوي. الناس اللي بتربي سايم مش ممكن ما تحتاجش الكلام ده خالص، يعني ممكن ما تجيش جنبه. تمام. بس برضو ممكن اللهم يعني ايه، كل فتره ما فيش مانع ان انت تنزل بايه، بكورس كده للحمام بتاعك. انما الناس اللي حابسه حمامها لازم الحاجات دي تكون عندها. هنبدا باول حاجه اللي هو علاج الكالسيوم، الديكال والبيديكال. حاجات النوعين دول، ده او ده، يا اما ديكال او بيديكال. دول مهمين جدا للكالسيوم والقشره البيض عنقود البيض. تمام. وفي حاجه للزغاليل برضو. الزغاليل مثلا ساعات تلاقي عندها كساح، تلاقي عندها مشاكل في التكوين بتاعها. ده ممكن نجيب فيدروب نقط، ده بتاع الاطفال، وبننزل النقطه او النقطتين يعني اقصاها في بق فرد الزغلول او فرد الحمام. ده بالنسبه للفيدروب. انما الديكال والبيديكال ده بينزلوا على الشراب. تمام. طيب في حاجه كمان
حاجه تاني برضو رافع مناعه مهمه، اميولانت. ده برضو رافع مناعه مهم، بس انا مش ما اشتغلتش بيه لان ما احتاجتوش صراحه، فانا ما اعرفش نتيجته ايه. تمام. طيب في حاجه مهمه تاني برضو بنستخدمها، ده للحمام الكبير، الحمام القطع بيض، الدكوره، الكلام دوت، بنجيب حاجه اسمها الف د 3 اهي. ده موجود فيتامين، موجود عند اي دكتور بيطري. لو سمحت عايز 5 سنتي 10 سنتي ازازه صغيره الف د 3 اهي، دي مهمه جدا ورخيصه مش حاجه يعني. تمام. طيب حاجه كمان برضو موجوده في للحمام برضو، الهي سيلينيوم. ده طبعا موضوع ترويق البيض، وموضوع الذكوره والتخصيب والشغل، مشاكل البيض ومشاكل موسم الانتاج. الهي سيلينيوم مهم جدا للكلام دوت. برضو حاجة مهمة جدا برضو في نفس يعني في نفس الحتة اللي بنتكلم فيها للنتي. يعني ممكن الدكورة بنشتغل بيها هي سيلينيوم للتخصيب، وبتعلي نسبة التخصيب، مفيدة للدكورة. وفي نفس الوقت بندي حاجة اسمها اوميجا 3 للنتي. اوميجا 3 دي مهمة جدا للبويضات النتي او لعنقود البيض. حاجات طبعا الحاجات دي كلها مهمة جدا يا جماعة، الحاجات دي كلها ببلاش. تمام. وبننزل ممكن الاوميجا 3 دي ممكن ننزل بيها نص حبايه في الفم بتاع النتايه. تمام. والهي سيلينيوم نفس القصه. تمام. وفي الاخر خالص طبعا بنزل بقى، دي اساس الحاجات دي تبقى اساسي معايا، الخميره دي بعد اي علاج يا جماعه، بعد اي كورس اي علاج بيبقى لازم يكون عندي بنزل خميره مره في الاسبوع، مره كل 10 ايام، مش مضره يعني. تمام. دي باختصار الادويه اللي انت لازم تكون متوفره عندك في الاوضه بتاعتك او في الغيه عندك او في مزرعتك، سواء هتربي حمام محبوس او هتربي حمام سايب. الكلام ده للناس الغوايه القديمه، الناس اللي عندها كميات، الناس اللي بتربي. خلي بالكم يا جماعه الحاجات دي مش غاليه، يعني الحاجات دي بصرف النظر ان هي يعني غاليه او حاجه، لا الحاجات دي هتطول عندك. يعني ازازه الدواء اللي هتجيبها دي هتقعد عندك شهر واثنين وثلاثه. تمام. بس بشرط خلي بالكم ان انتوا تحتفظوا بيها بدرجه حراره مناسبه، عشان ادويه بتبوظ. يا ريت تحطها في التلاجة عندك، او لو انت المكان بتاعك درجه الحراره فيه مناسبه مفيش مشكله تحافظ عليها. وتخلي بالكم يا جماعه عشان الادويه دي بيبقى لها فترة صلاحية بعد ما افتحها، فبرضه نخلي بالنا من الملحوظة ديت عشان في ناس متبقاش عندها المعلومة. فعشان خاطر تحط العلاج يجيب نتيجة، يعني فاهمها ازاي، يبقى في الاخر انت استفدت، متبقاش بتعالج على الفاضي وفي الاخر اصلا المادة الفعالة منتهية او منتهى الصلاحية، يبقى انت ما بتضيع وقتك على الفاضي. اخر حاجة بقى برضه بالنسبة لبند العلاجات، نستولها برضه في الموضوع المعوي. ساعات بيجي لك مرض السالمونيلا، بعد الشر علينا يعني وعليكم. دوت يا جماعه يا ريت نستخدم له حاجه اسمها الفلوروكول او البانفلور. تمام. ده برضو الحاجتين دول مهمين جدا للسالمونيلا. وطبعا السالمونيلا دي يعني ما يكون ان هي تجيلك يبقى انت معلش يعني مربي يعني تعبان، يعني انت تبقى غاوي تعبان او غاوي، مش هقول مهمل عشان ده برضو وارد، ده فيروس في الجو مش عارف ايه، بتبقى السالمونيلا دي بتبقى مفيش مشكله، ده طير برضو وارد معرض لاي ظروف. فالوقايه خير من العلاج يا جماعه، ونحافظ على على حمامنا ونهتم بيه. وما ننساش بقى اللايك والاشتراك في القناه والدعم يا جماعه. وطبعا الخل في الميه، لازم يكون عندكم خل في الميه باستمرار. والملح قلنا التحديق، نحط برضو الملح على التحديق للحمام. طول ما انت بتاكل كلفه متوازنه، وطول ما انت مهتم بحمامك، وطول ما انت مظبط امورك، ان شاء الله ما فيش حاجه تعيا عندك. الحاجات دي اصلا انا مش يعني مش كلها شغال بيها، يعتبر يعني نص الحاجات دي هي اللي عندي اصلا. بس لازم الحاجات دي تمر عليا، لازم اشتغل بيها، يعني لازم الف ب برضو يا جماعه. تمام. وعلى قد ما تقدر تحاول تتجنب الادويه والعلاجات والمضادات الحيويه في ادي الحدود يا جماعه، عشان خاطر دي بتهد مناعه الطير، او بالبلدي كده الفرد الحمام اصلا يا جماعه من الطيور اللي هي مناعتها عاليه. فان كون ان انت الحمام يعيا، كون ان انت تحط له مضاد حيوي، كون ان انت الكلام ده، انت اصلا خلاص الجدوى بتاعت الفرد قطع بيض، خلاص هتقعد تعالج وتقعد فخلاص يعني. فانت العمليه كلها كده انت كده بتخسر، الا بقى لو فرد غالي عليك او فرد مثلا قيمته غاليه او كده، عالجه واقعد جنبه كده ومفيش مشكله. بس انا من مدرسه اللي انا الوقايه خير من العلاج. ولو حاجه عندي تعبت، التعب العادي بعالجها مفيش مشكله. طيب في بقى مراحل متاخره، خلاص انا بعدمه، مش عيب، مش حرام اطلعه بره المكان خالص. ومش مش خلاص هو ده عمره وتعب وخلاص جاله مرض او حاجه، بدل ما لا قدر الله العدوى تنتشر في المكان عندي واخسر كل المكان عشان خاطر فرد حمام، لا انا اتجنبه، يعني يعني اعزله بعيد.
وحاجة اسمها أمان حيوي كده، وحاجات كده ببلاش يا جماعة نحافظ على حاجاتنا وأنت برضه الحمام غالي، فأنت ما يبقاش عندك مكلف حمام بألوفات وتيجي فرد ولا فردين يعيوا منك تعدي المكان كله والعنبر كله عندك اللي المرض يمسكه. وربنا يسترها عليكم وعلينا، وبالتوفيق ليكم يا رب وما تنسوناش بقى باللايك وبالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.